لهذه المدة، تقول المرأة زوجتك نفسي لمدة مثلا شهر، لمدة سنة، لمدة أسبوع، تعين مدة. فإذا ما عينت المدة، ما ذكرت، أو على المدة المعلومة المتفقين عليها، يتفقون مثلا أسبوع ويقولون بالعقد على المدة المعلومة. إذا ما قالوا، إما عمدا ما داروا بال، أو سهوا نسوا، أو غفلة لأي سبب، هذا العقد ما صار عقد مؤقت، بل قال عدة من الفقهاء بأن هذا العقد باطل، أصلا مو عقد، ما صارت زوجة. بعض الفقهاء قالوا يصير عقد دائم، ما دام ما انذكرت المدة صار دائم. لكن هذا في إشكال، لأن هم مو قاصدين الدوام، المفروض هم قاصدين التوقيت، قاصدين فترة محددة. فبما أنه قاصدين المؤقت وما ذكروا المدة، يكون العقد باطلا. لازم يعينون مدة مضبوطة، هم ما يصير تكون المدة فيها زيادة ونقصان. يعني تقول له خب شهر شهرين، ما يصير شهر شهرين، لازم تتعين المدة، لا تبقى مبهمة. يوم يومين، ما يصير يوم يومين، تتعين يوم أو يومان أو 10. عمر المتعارف، يعني أفرض هذا الرجل عمره 40 سنة مثلا، ويجي ياخذ له مرة، يجي يقول نحط 100 سنة عقد مؤقت، 100 سنة، يعني هو الآن عمره 40 ويحط لها 100، هذه 140 سنة. من يعيش هالمدة هذه؟ تكون مدة اللي عادة تخلص قبل انتهاء الحياة، لازم تكون مدة معينة مدى الحياة، ما يصير. مدة الصيف إذا قصدهم فصل الصيف، والفصل معروف بدايته مثلا 21/6، معروف 21/6 يبدأ فصل الصيف، وينتهي ب21/9 ويبدأ فصل الخريف، هذا معين صار. أما إذا الصيف يقصدون مدة اللي الهواء حار بعد ما برد، هذا صار مو معلوم، لأن قد الحر يطول 6 أشهر، قد يطول شهرين، صار مبهم. لازم تتعين المدة